الحدوتة رقم 895. لما هنكمل هنقول إلا إن هذا الإنسان كان أقرب إلى القردة، القرود يعني، لذلك أطلقوا عليه اسم الإنسان القرد. كان يسير على قدميه منتصب القامة، عثر على أجزاء من هيكله العظمي في شرقي أفريقيا وفي شمالها وفي جزيرة جاوا وفي الصين. يبدو أنه استطاع الاستعانة ببعض الآلات حجرية خشنة الصنع في احتياجاته اليومية. لابد أنه استطاع التفاهم بلغة بدائية. خضع هذا الإنسان لمراحل تطور طويلة انتهت بظهور الإنسان العاقل اللي بنعتبره الجد الأكبر للبشرية، اللي بتسكن المعمورة حاليا. ده ظهر حوالي 20,000 سنة قبل الميلاد. عاش هذا الإنسان في مجموعات اعتمدت في حياتها على صيد الحيوان، التقاط الحبوب البرية، ثمار الأشجار، واستطاع أيضا أن يصنع من الزران آلات حجرية تختلف في أشكالها باختلاف الأغراض المستعملة فيها، كما إنه توصل لمعرفة طرق إيقاد النار. وفي الواقع منذ ظهور هذا الإنسان العاقل بدأ العلماء يؤرخون له معتمدين على ما خلفه من أدوات مختلفة، ومتفقين على تقسيم فترات تطور حضارته بالنسبة إلى مصر إلى عصرين شاملين. هنتكلم عنهم بعد ما نقرأ التعليق دون. الجنة تحت أقدام الأمهات، وفي نفس الوقت النساء هن أكثر أهل النار. العصر الحجري القديم ده من 20,000 ل6,000 قبل الميلاد. العصر الحجري الحديث ده من سنة 6,000 إلى 3,200 قبل الميلاد. إن مصر بتضارسها وتبغريتها الحالية ليست إلا نتيجة لتغيرات متعددة بدأت منذ العصور الجيولوجية القديمة. ففي عصر الإيوسين كانت مياه البحر المتوسط بتصل إلى مناطق تقع إلى الجنوب من إثنا، أي أن القطر المصري قاعا للبحر. لكن حدث في العصر الأولوجوسيني تغيرات جيولوجية أدت إلى انحسار مياه البحر وظهور أرض القطر المصري. وفي عصر الميوسين اتصل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لكن لم يأتي آخر هذا العصر حتى حدثت هزات أرضية فصلت البحرين بعضها عن بعض، جعلت النيل يصل إلى البحر المتوسط. كان هذا الاتصال يقع عند موقع القاهرة حاليا، ذلك بعد أن كانت مياهه تندفع في روافد متعددة لم يبقى منها غير آثار مجاريها في الوديان وده شرقا وغربا.
هناخد تعليق صديق لنا بيقول: كل شعوب العالم يزوجون الكبار ويرضعون الأطفال، إلا العرب يتزوجون من الصغار ويرضعون الكبار. وفي عصر البيلوسين حدثت هزة أرضية كبرى أعادت اتصال البحرين ببعضهما البعض. حدث هذا الاتصال بواسطة ممر ضيق، بقى منه بعد ذلك خليج السويس والبحيرات. أما النيل فقد أخذ يلقي برواسبه من الغرين اللي بتحمله مياه فيضانه من جبال الحبشة في الفجوة اللي كان بيصب فيها شمالي القاهرة. حاليا بدأت الدلتا تتكون، كان للنيل فيها ما يقرب من 10 فروع. عندما بدأ عصر حضارة الإنسان في 1020 قبل الميلاد، كان النيل لا يزال يحاول شق مجرى له. ملأت مياه الوادي، وصلت شرقا وغربا إلى مسافات طويلة، في حين انكمش خليج العقبة إلى ما يقرب من شكله الحالي، مع أن نهايته كانت بتصل لمنخفض البحر الميت في فلسطين. أما خليج السويس وصل إلى ما هو عليه الآن تقريبا. ناخد تعليق صديق باعت لينا: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هل رضيت أنت عنهم وتركتهم على ملتهم؟ عجيب أمرك أيها المسلم. العصر الحجري القديم في مصر ساد مناطق البحر المتوسط وشمال أفريقيا. آبان هذا العصر مناخ مطير حول الصحراوات الكبرى إلى مناطق غابات تنتشر فيها المستنقعات، وبتعيش فيها قطعان كبيرة من أنواع الحيوان. على مقرب منها عاش الإنسان. هكذا عاش إنسان العصر الحجري القديم، متجولا في مناطق شاسعة، باحثا عن صيد سمين، جامعا الحبوب، ملتقطا الثمار، معتمدا في الدفاع عن النفس وصيد الحيوان على آلات حجرية صنعها من حجر الزران اللي كثرت عروقه داخل الكتل من الأحجار الجيرية أو من الحصى المتجمع في وديان الأنهار اللي جفت. كانت طريقته انه بيشكل من حجر الزران آلات مختلفة بواسطة مطرقة هي عبارة عن حصاة كبيرة مستديرة الشكل. ومن أجل ذلك ليس من المنتظر أن نعثر على مخلفات العصر الحجري القديم في وادي النيل نفسه، إنما بنجدها في الوديان الصحراوية الحالية في زمننا الحالي.